النهار الاول منذ التنصيب ديال هذه الحكومه طبقا للفصل 88 من الدستور. وفي الكلمات ديالنا كلنا ما غتلقاو واحد الخيط ناظم. شنو هو ان هذه الحكومه خرجت من النهار الاول مايله، وقلنا سنعيش معها سنوات عجاف، ليس بسبب الجفاف. ياك العام فايت كان الجفاف، وهذا العام هو ربي عتقنا، ونتمنوا الله عز وجل يزيدنا شي وجه الامطار في مارس، وهو الموسم الفلاحي تعتق. ولكن حنا هذيك السنه، هاد السنوات العجاف اللي كنعيشوا مع هذه الحكومه كنقولوا حنا تقدمنا بتعديل ناخذوا هذا المشكل ديال القدره الشرائيه ديال المواطنين. كيقول لك شنو دارت المعارضه؟ سيروا القانون الماليه غتشوفوا شنو درنا. نعطيكم مثال واحد هما تكلموا عليه الاخوان: رسم الاستيراد، والضريبه على القيمه المضافه، والضريبه الداخليه على الاستهلاك. فيما يتعلق بالمحروقات قلنا ودي الايقاف، اولا نقصوا منها، طلبنا نقصوا وقلنا نوقفوها او نجمدوها مرحليا. لكن للاسف الشديد شنو دارت الحكومه اليوم؟ هذا الاسبوع اللي مضى مشات كتوقف ضريبه مؤقته على الضريبه على القيمه المضافه على اللحوم الحمراء ورسم الاستيراد. مزيان، ولكن علاش ما درتش على المحروقات اللي طالبنا بها؟ قلنا لا اودي مرحبا، كتقول لك ارتفاع الاسعار عنده علاقه بالمحروقات، عنده علاقه بالحرب الاوكرانيه، عنده علاقه بارتفاع المواد الاوليه على الصعيد الدولي، وزادوا لنا حتى دابا في التصريحات الاخيره عندها علاقه بالجفاف، عندها علاقه بالثلوج، عندها علاقه بانقطاع الطرق. يعني في نهايه المطاف الحكومه تقول كل شيء من ان لا تقول شيئا. في ميدان المحروقات سمحوا لي زعما هذا الشيء حرام. دابا الثمن اللي كاين في روتردام ديال اليوم ماشي هو الثمن اللي خصو يتباع به للمواطن. بلا انا ما نتكلمش على الباطوات اللي واقفين في الحدود ديال المياه الاقليميه. ملي كيرفع الثمن ملي كيهبط الثمن كيدخل يدون، وملي كيرتفع راه هو على برا. انا ما نتكلمش على هذا الشيء، انا نتكلم قلنا حنا على الاقل مجلس المنافسه قال خص تكون ضريبه استثنائيه، ما بغاوش يديروا ضريبه استثنائيه. مجلس المنافسه قال هاد الشركات المحروقات عندها التركيز وعندها الاحتكار تمشي الضريبه على الشركات 40%، اقترحنا 40%، ما بغاتش الحكومه. واليوم كيجيو كيديروا النتيجه شنو هي؟ انتم سمعتوا بايدن تكلم على 200 مليار ديال الدولار ديال الارباح ديال الشركات المحروقات. كتبعوا النقاش اللي كاين في فرنسا على الشركات توتال اللي ربحات 19.7 المليار ديال الاورو، كتبعوا شال كل هذا النقاش. ولكن حنا النقاش ملي كنجيو نناقشوا هنا قال رانا نستهدفوا رئيس الحكومه. اسيدي خرج من هذاك القطاع وما نستهدفوش، ما يديرش ربط، ما يديرش اسيدي سلطه المال وسلطه النفوذ، واسيدي ما يديرش جهاز زواج المال بالسلطه، ما عندنا معاه حتى مشكل. ولكن ما يمكنش انه من 2020 ل 2022 تزادت في القيمه ديالو فوربيس من مليار ديال الدولار ل 2 مليار ديال الدولار. 80% عندها علاقه بشركات المحروقات. ونجيو للمواطن مزيان، انا ما عندي حتى مشكل نمشيو نديروا المراقبه على المواطن، ونديروها على البقال، ونديروها على هذاك الخضار، ونديروها على هذاك الجزار. مزيان نديروا السلسله كلها، وحنا عندنا مهمه استطلاعيه فيها، ومزيان اننا نديروا كاع سيدي هذا الشيء الاسواق الجمله نغيروا الانظمه ديالها. ولكن مزيان اننا نبداو من الفوق، نحيدوا الاحتكار، نحيدوا الريع. ملي جينا كنقولوا هذا الشيء مع الاسف وزيره الطاقه جات قالت لنا ملي كانت باقا انا ما عندي حتى مشكل معها من الناحيه الشخصيه، قالت لك منين يكون كيتباع ب 80 دولار هو اللي كاين الحال دابا خصو يتباع للمغاربه بشحال؟ قالت لك خصو يتباع يعني ب 10 درهم فاصله 25، ومنين يوصل ل 100 دولار خصو يتباع ب 11.92، ومنين يوصل ل 120 دولار خصو يتباع ب 13.59. اين نحن من هذه الاثمنه اليوم؟ اذا خدينا السبب ديال ارتفاع الاسعار هو المحروقات، ولكن السبب كيعرفوا الصغير والكبير. سير عند الدري صغير عنده 3 سنين كيمشي للحانوت يشري الحلوى بلا ما نقول السميه ديالها، كيجي كيقول لك بابا راه ارتفعت، هذاك الشيء اللي عطيتيني راه مابقاش قاد درهم، ما بقاش كيسلكو. ملي كنمشيو عند الاسره اللي عندها مدخول النسبه ديال الفقر كتعرفوا بان تزاد اكثر من 3 المليون اللي دخلوا في منطقه ديال الفقر. ملي كنمشيو للموظفين نفس الامر. فاذا لا كان هادشي عنده علاقه بالمحروقات، حنا قدمنا مقترحات وقلنا اكثر من ذلك، ما دام هاد
طيفيه ولاتيك كنربحوا منها هاد المحروقات، واحد جزء منهم مشي نديروا به الدعم المباشر للمواطنين وما درناهاش. ونقول لكم مع الاسف لان هذا الشيء بغينا نبداو كاين تواطؤ كبير ديال الحكومه تطبيع مع الفساد. سي رشيد تكلم على القوانين اللي سحبات، صحيح عنوان اليوم النسبه اللي حنا واصلين ليها 94 في ادراك الفساد، و 94 ما عمرنا وصلنا لها. منين جا عبد الرحمن اليوسفي وحنا جايين حتى وصلنا لسعد الدين العثماني وهبطنا هذاك الشيء حتى ل 87 حتى ل 86 حتى ل 78، ودابا طلعنا الرقم وعندنا معدل 3 ديال 39. ما عمرنا حصلنا على هذا الرقم هذا. حنا المتاخرين في الدول العربيه.